بعد ما أنت خلاص دخلت في مرحلة صناعة المحتوى، وبدأت إن أنت تبدأ تشوف إيه الحاجات اللي بتبدأ تأثّر مع الناس، تبدأ تفهم يعني إيه تحليل، أو بالمعنى البسيط بتاعها أنت عايز تشوف مدى فاعلية تواجدك على السوشيال ميديا من خلال المحتوى اللي أنت بتقدّمه، فحاجة من الاتنين، يا هو تفاعل كويس وماشي في طريق كويس، فهتبدأ بعد كده عملية التطوير، أو في حاجة معيّنة مش مضبوطة بناءً على الحاجات اللي أنت شُفتها أو ردود الأفعال اللي أنت شُفتها، فتبدأ تعدّل حاجة ممكن تكون مش مناسبة للجمهور اللي أنت بتتكلم معاه، فتبدأ تختار وسيلة أو طريقة تانية تبدأ تشتغل معاها. هنبدأ ناخد معاك كل الحاجات دي ونبدأ نتكلم فيها. هنشتغل بعد كده على فكرة إنك إزاي إن أنت بعد ما توصل للمرحلة دي وإنك عايز توصل لجمهور أحسن، هي فكرة إزاي إنك تخلّي الأدوات تبدأ تساعدك على فكرة إنك تستهدف الجمهور المناسب. ليه أستهدف الجمهور المناسب؟ عشان بعد كده لمّا إن شاء الله تبدأ تخش في مرحلة إنك يكون عندك صفحة أو يكون عندك حساب على الإنستجرام أو يكون عندك حاجة بتدفع عليها فلوس كإعلانات عشان تجيب لك عملاء جدد، تبقى فاهم أنت هتحط فلوسك إزاي وهتحط فلوسك في إيه. وهنبدأ نشوف إزاي بنعمل حملات إعلانية. طبعًا إحنا مش هنروح للموضوع ده بشكل كبير جدًا، لإن معظم الناس هتكون لسه بتبدأ تكوّن الcommunity الخاص بيها، لكن لازم تبقى عارف على الأقل حتى لو أنت مش هتعمل ده بإيديك وهتروح لحد يعمله لك، تبقى عارف الحد اللي هيعمله لك ده هيعمله لك صح والّا غلط. اللي هيبقى بيكلمك في مجموعة من المفاهيم كده تبقى فاهم على الأقل الكلام ده إيه. مش مطالب إن أنت تكون بتعرف تعمل إعلانات، بس مطالب إنك تكون فاهم، لإن النهارده السوق بقى فيه ناس كتيرة جدًا بتقدم الخدمات دي، وللأسف